مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم مراسلنا محمد عمر. إذا محمد، كثير من التطورات سواء على الأرض سواء على مستوى السياسة، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، حياة على وقع هدوء حذر تعيش العاصمة الخرطوم في هذه اللحظات. قبل نحو نصف ساعة دوت المدفعية الثقيلة بشكل متقطع بأم درمان اتجهت نحو أهداف يقول الجيش إنها لقوات الدعم السريع جنوبية أم درمان بأحياء صالحة والافتحاب وغيرها من الأحياء الواقعة جنوبية أم درمان. هذا اليوم شهد معارك بين الطرفين استخدمت فيها الطائرات المسيرة من قبل الجيش السوداني على غرار البارحة، إذ كان يستخدم الجيش الطائرات المقاتلة، لكننا في هذا اليوم لاحظنا استخداما للمسيرات من قبل الجيش السوداني، حيث قصف مواقع يقول الجيش إنها لقوات الدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية جنوبية العاصمة الخرطوم وبحي الأزهري وغيرها من الأحياء جنوبية العاصمة، والأحياء كذلك المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين صباح هذا اليوم بحي اللاماب. هذا الحي هو من الأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، وجرت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وهذه واحدة من المناطق الساخنة. أيضا شاهدنا أعمدة دخان تتصاعد من منطقة بري الواقعة شرق القيادة العامة للجيش السوداني، وهي واحدة من المناطق كذلك المشتعلة والتي يتبادل حولها الطرفان القصف المدفعي. هدأت الجبهة الجنوبية الشرقية من العاصمة الخرطوم، هذه الجبهة التي كانت قد شهدت قصفا مكثفا ودويا كثيف للمضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع بالأمس، لكنها في هذا اليوم هدأت نسبيا وتصاعدت الأوضاع في وسط أم درمان، إذ قصف الجيش منذ الساعات الأولى من الصباح مستخدما المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية عدد من مواقع الدعم السريع بأحياء الملازمين وكذلك أحياء بيت المال والمسالمة وحي العمدة وغيرها من الأحياء الواقعة وسط أم درمان وما تعرف بالأحياء القديمة. كذلك المسيرات قصفت مواقع يعتقد أنها للدعم السريع بحي الدوحة، هذا الحي الواقع غربية سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني، وتتمركز فيه قوات الدعم السريع، لذلك الجيش يكثف من غاراته الجوية على هذه المنطقة. وأيضا بمنطقة ود البشير، هذه المنطقة واقعة بمنطقة أم بدة غربية مدينة أم درمان، ودوت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع بكثافة في مختلف المناطق في الخرطوم وفي أم درمان وبحري. أيضا تبادل الطرفان القصف المدفعي بمنطقة بحري شمالية العاصمة، وأيضا وسط العاصمة الخرطوم شهدت تصاعد لأعمدة دخان بعد أيضا قصف مدفعي متبادل بين الطرفين. نتحدث عن منطقة القصر الرئاسي والسوق العربي وغيرها من المناطق في قلب العاصمة، وهذه واحد من المناطق المشتعلة. تستمعين معي الآن حياة لأصوات رصاص بشكل متقطع نستمع إليها في هذه المنطقة التي نتواجد بها، وهذا أمر بات أمرا شبه طبيعي باعتبار أن سكان الخرطوم تعود معظمهم على مثل هذه الأصوات، لكن وكأننا في هذه اللحظات نستمع لأصوات المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع، يبدو أنها تتعامل مع مسيرة تابعة للجيش السوداني. إذن هذه التطورات الميدانية كذلك تأتي تزامنا معها تطورات سياسية. كلمة وصفها مالك عقار بالكلمة المهمة التي وجهها للشعب السوداني، تحدث فيها عن خارطة طريق طرحها لإنهاء هذه الحرب. تحدث فيها عن أن السودان يجب أن يكون به جيش واحد، ولن يقبل بعد اليوم السودان جيشين متوازيين على حد قوله. كذلك طالب عقار في مبادرته بضرورة أيضا إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين إليها في مختلف المناطق، في مناطق النزوح والمناطق التي تشهد اشتباكات. أيضا عقار طالب القوى السياسية بضرورة تقديم التنازلات من أجل المصالح الوطنية وترك المصالح الشخصية، وقال يجب أن يكون هناك حوار جامع تقدم فيه جميع القوى السياسية. أريد أن أناقش هذه النقاط بعد قليل مع ضيوفي، ولكن يعني في ظل هذا الظلام الدامس الذي تقف فيه،
يعني كيف يمر الليل على السودان؟ هل تستمر المعارك طوال الليل؟ كيف يقضي السودانيين المتبقيين حتى هذه اللحظة في تلك المناطق في بيوتهم؟ كيف تمر عليهم هذه الساعات؟ نعم، حياة تمر عليهم وسط نقص في الخدمات مع أصوات المدافع وأزيز الطائرات. تشاهدين خلفي الظلام الدامس، والعاصمة الخرطوم أو معظم أجزاؤها تعيش على وقع انقطاع في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، إذ أن المحولات الرئيسية المشغلة للكهرباء في عدد من ولايات البلاد تعطلت. تحديدا نتحدث عن سد مروي، وهو أحد السدود المشغلة للكهرباء في البلاد، وهذه معاناة يعانيها الناس هنا. أيضا سكان العاصمة كذلك يعيشون وسط نقص في الغذاء، وسط نقص في الدواء، وسط نقص حتى في المشافي. فقط 4 مشافي تعمل بالعاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث. هذه المشافي تعمل بطاقة طفيفة وطفيفة جدا وسط نقص في الكوادر الطبية. لذلك هناك مناشدات بضرورة أن تتوقف هذه الحرب، بضرورة أن تكون هناك ممرات آمنة للأطباء، وكذلك بخصوص هذه المناشدات محمد المدنيين وغيرهم، وضرورة وقف الحرب، يعني أذهب إلى ضيوفي في هذا النقاش وأشكرك شكرا جزيلا زميل محمد عمر، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم، لك جزيل الشكر. مزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلي في الاستوديو الاوروبي او في الغرب عموما ما يقدر يكذبوا، لانه انا قاعد بالمرصاد قاعد كده بس في حلقومه وبشوف بس الميديا دي كده، بس داير لي زول يكذب بخمشوا حمام ميت فوق باكلوا ميت. فموضوع ما اقول له ما تكذب، ما تكذب كويس. الضرب انت منافق دجال، منظمات كده وبرنامجهم كده والاتحاد الاوروبي كده والخواجات كده وفهمهم كده وبرنامج بدقوا بشتتوا. فحسي خلاص، لكن كانوا واحدين يقطعوا البحر هنا يجي يكذبوا لنا، يلبسوا لنا بدله ب 10 جنيه وكرافته ب 2 يورو وجزمه ب 6 يورو، ويجي يطلع في الاعلام يقول لنا والله انت عارفين المحكمه الجنائيه الدوليه، فانا ارى انه وافتكر فانه هو بتاع كذاب كذاب حرامك الله ما تخافوك. الحمد لله رب العالمين قطعنا هنا جينا بس كده انا شوكة عود لا بس كده بس دغري زي ده. بس والله الميديا دي بتابعها ليل ونهار، اشوف لي واحد ابن كلب واطي جزمه خليه يكذب عشان انا اكلك شفت بدقك. اقسم بالله كمان يوم اللي انا بدقك مرتك ذاته، انت لو عندك مره هنا بتشاهد اللايف انا بجغمك فوق. ما تكذب، ما في محكمه جنائيه دوليه، ما في حقوق انسان، شغله بتاعت مصالح. اصلا لو في حقوق انسان ولا في ناي ما كان فولكر فات قاعد وعاين النازحين واللاجئين، كان حل مشكلتهم. امريكا يعني فولكر امريكا، ده نقطه مهمه. ما كان بني سوده فاتت قابلت المجرم هميتي سلمت عليه وشالت 8 مليون دولار لعلي كوشي. اقسم بالله لو كان في ذره بتاعت انسانيه من بني سوده ما كانت تشيل ال 8 مليون دولار. ونحن لو كان في وعي بالنسبه لنا نحن كثر دارفورين نقول علي كوشيب ده فيكم. احنا دارين البشير وعوانه، احنا ما دارين علي كوشيب. علي كوشيب فيكم ادونا 8 مليون دولار نفكوا بمليارات الدولار ندي للنازحين واللاجئين. علي كوشيب يدوا 8 مليون دولار. انا داير اقول لك حاجه، 100,000 دولار، 100,000 لا مليون دولار. المليون ده مليون دولار من الثمانيه لو ادوك له انت وحبوبتك وحبوبة حبوبتك وجنجناك وجنجناك لغايه يوم القيامه الأصل شفتها ما تاكلوه في الاتحاد الاوروبي هنا. معقوله 8 مليون دولار زول واحد ياكلوا؟ يعني مثلا يعني لغايه يموت دير كم سرير؟ السرير بألف، 3 سراير ممكن ينتهي من 3 سراير ب2000 ب3000. 3 سرير كده بكسرهم كده 3 سرير لغايه يموت علي كوشيب. الله يطلع روحهم ذاته يا اخي. كذابين ساكت، منافقين يا اخي، دجالين حقيرين ساكت يا اخي، جارين الناس بالخلا يا اخي. عليك دينك هسه يا عبد الواحد القروش العدوده، بس قروش العدوده جيبوا لي يوم واحد كده جاب شكارات قديمه من ليبيا او من احنا الشغل ده دايرين نشتغله ومن بورسودان
شكارات بس ملابس قديمه غسلها كده بمشين وكسر ناديين ولاجين. يمكن شفتوا امهاتنا واخواتنا قاعدين في النزوح واللجوء يمكن ملابسهم ذاته مشرطه. الطفل الصغير تلقاه بيلبس فنيله شده مرقعات التهت، الفنيله لما اتجدد وبنيه. يعني طبعا البنيه لما تكون عندها لبس جلباب كده شكل فنيله ينقد بيتهت هنا نكسيه يصهر، الكلام ده انا بوجعني وجع شديد. لكن ما عندي امكانيه انه نقدر نقسم كلهم كده. لكن الفكره الحسي اللي احنا جايين بيه انه نشتري الملابس القديمه هنا دي. طبعا اللبسه القديمه هنا لو انت غسلتها كده يعني خام افضل من لبس جديد في السودان. السودان ده كله طلع ساكت، ملابس اللي بيجي من الصين ده. فنكسي اهلنا ديل كده اقل حاجه يعني على الاقل يعني شيء نسويه. ويزول بدفع 20 يورو ولا شيء يعني، ويعني كوبايه شاي يعني. بعدين الشغل ذاته يكون متابع ما ساكت، يكون فيه منظمه خيريه وبتاع وفيه شغل فعال جدا. حتى ال10 نفر الناس اللي بيتعينوا ديل، ال10 نفر ديل ياخذوا مرتبات ويجيبوا عديل. في 5 نفر يشتغلوا برنامج، وفي 5 نفر يشتغلوا موضوع بتاع الملابس والخيم والبتاع ولكل المعسكرات. لخايف ربنا احنا ذاته ما دايرين يكونوا قاعدين في المعسكرات. في شغل كده اندر تيبل ده طبعا ما هنقوله في اللايفات. بس لكن نحن نفتح منظمه خيريه. منظمه خيريه دي بتمشي الامور بتمشي. وانا قاعد لين بالمرصاد في رقم بتاع الحساب ما بخليك تاكل جنيه. طبعا لو بقيت ابوي بردمك ما تاكل. عندك مرتب عايز تستلم عشان نحن وقفناك من شغلك، تدفع ايجار بيتك، الباقي ترميه في جيبك، حاجه بسيطه يعني وكده وتشتغل. وانا قاعد يعني انت عارفني انا ملاك يعني. انا عبد الرحمن ردمته لما ندخل لهنا ده. اليوم ده انا كنت محروق. كنت محروق لانه صابر الدارفوري ده انا ما بحبه. تمام؟ فيتخيل يعني ده من بيتنا، جلدت لك الامه جد مستحضره. فما بجامل انا. انت لو قعدت معي مليون سنه بس ما تغلط برشك طوالي. خوتي كلاب انا. فانا كده داير تمشي معنا دغري حبابك الف، ما داير تمشي معنا تنجلي الموضوع كله. فتحياتنا يا شباب وليل قدام كده الرساله وصلت. بس المكالمه 3 مكالمات صوتيه دي ده اللايف كله ذاته. ده ملخص بتاع اللايف جد. بعدين بيشير في جبل مون ونيال البهير وقناة جبل مرة بيشاهدوه هناك قدام. بس اوي حبيبنا انا والله بالتليفون الصغير ده جنجويد كرهوني عديل والله. يا جنجويد داير اوصل لهم رساله وداير اقفل اللايف يا جماعه عشان لانه الزمن خلاص سرقنا. وتحياتنا جنجويد، السلام عليكم ورحمه الله يا جنجويد يا طير يا بحيم يا قجري يا مشبوزق يا رمرم يا قمامه. اول حاجه كونكم انتم تضربوا لي تليفون انا ما هرد عليكم، فما تزعجوني ساكت. فانا بحضركم بس بديكم بلوكات طق 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 كده. فالناس اللي بيجي بقول لك انت قاعد تتكلم في تيشات وبتاع تيشات ديل تيشات يا اختي ميلادي وافارقه ونحن عملنا توحيد زرقاء من هنا افريقيا كلها. ده واحد، ده نقطه لازم تحطها في حلقومك. 2 انا برضه انت ذاتك ما جيت اتلملمتوا من تيشات والنيجر انتوا نسيتوا ما جبنا لكم في الجروبات. انتوا نسيتوا تلملمتوا من اي محل نسيتوا ما خلاص عملتوها واضحه. حسي الناس اللي قاعدين في الدعم السريع ما سودانيين. نحن ذاته دايرين نجيب ناس من تشاد والنيجر وسندان كله زي ده شبكه. انتوا شبكه نحن شبكه. انتوا برضه امشوا بعد ذاك اللي تمشوا تجيبوا المصريين طبعا ما بيجوا. ناس ابشراضين ما بيجوا. السعوديين اكالين الكبسه ما بيجوا. اليمنيين غضبانين ذاته من السودانيين. انتوا مشيتوا دقيتوا هناك دايرين تجيبوا منو؟ السوريين هم كت هسي بلدهم ذاته خربوا. الليبيين يا الله الليبيين بيعتبروا انت افريقي واحد ساكن عندهم. الجزائريين والمغاربه والتوانسه ديل اوروبيين. داير تجيب منو؟ القطريين يا اخي ديل شراطين ساكت يا اخي ما عندهم اي موضوع. داير تجيب منو؟ اكلتها يا فارا. لكن اي افريقي كان قلت له هوب بيجيني جاري انا. عرفت كلامي؟ والان الوحده بتاعت اخواننا البلاكات في تشاد اقسم بالله اكون معكم واضح اقوى من الوحده بتاع البلاكات بتاع السودان. لانه السودانيين بالذات في دارفور الشيء اللي خلاهم انه يغرقوا هي الحركات التافهه الوسخه والحركات الشرذمت في قبائل في
عشان كده حسي ناس أمة الفور عندهم المؤتمر الجامع لأمة الفور في باريس 20/8 ده، عشان ده يتخلصوا. قال لك احنا ما ممكن تربط لنا القبيله بالحركه. كويس؟ والبرنامج ده قال لي ما وراه تجاني